اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل جاتو الفانيليا بطريقة سهلة جدا جدا، اسهل مما تتخيلوا. انا عملت 10 قطع جاتو من الجامبو بمقادير سهلة جدا وعلى قد الايد. اول حاجة هنعمل الكريمة بتاعتنا. معايا كوباية من الكريم جانتيه الخام، طبعا انا بفضل نوعية المتحدة او دريم. طبعا النوعية ديت بتوزع معاكي كمية كبيرة افضل من اي انواع تانية. يبقى معايا كوباية من الكريم جانتيه الخام بدون سكر، عليها كوباية من المية الساقعة، عليها تلت كوباية من السكر. متحاوليش تكتري السكر عشان متبقاش مسكرة معاكي قوي. معايا اختياري معلقتين اتنين بسري لو حابة تعززي الطعم. هنجيب بقى البولة بتاعتنا وهنزل بكوباية المية وعليها تلت كوباية من السكر الحبيبات، بس السكر طبعا لازم يكون ابيض معاكي. هندوب بقى السكر في المية كده لحد ما نتأكد ان السكر بتاعنا داب في المية خالص. يعني مش شرط يكون السكر عندك ناعم، يعني اي حاجة، اي سكر ناعم، سكر حبيبات، اي حاجة تمام. بعد ما دوبنا السكر في المية هنزل بكوباية الكريم جانتيه وعليهم كمان معلقتين اتنين من الكريم البسري. الكريم البسري ده بيعزز الطعم معاكي. لو مش متوفر عندك مش مشكلة خالص، بس ده طبعا ما شاء الله يعني بيدي طعم حلو قوي للكريمة. هنقلب بقى بالاسباتيول كده لحد المقادير كلها ما تتقلب كويس، عشان لو ضربنا بالمضرب الكهرباء دلوقتي كله هيطير في وشنا. فبتقلبي الاول بالاسباتيول وبعد كده بقى بتضربي بالمضرب الكهرباء لحد ما يديك القوام المناسب اللي انت عاوزاه. الكريمه دي حلوه قوي، بتوزع معاكي كميه كبيره. كده خلاص ضربتها بقت ما شاء الله. شايفين متماسكه ازاي وحلوه. دي ما تزهقكيش وانت بتجلسي التورته او بتجلسي الكريمه او بتجلسي الجاتو. تمام كده خلاص بقت الكريمه بتاعتنا جاهزه. يلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى كوبايه كده وهعبي بقى الكريمه بتاعتنا عشان تبقى سهله معايا وانا بوزعها. ده كيس التلاجة عادي او عندك كيس حلواني اي حاجه. انا عندي كيس التلاجة كده بعبي فيها الكريمه، وكل ما بعوز او تفضى بعبيها تاني. تمام بتعبي بقى على قد الكميه اللي انت عاوزاها. اهو زي ما انتوا شايفين ده كيس التلاجة خالص. بربطها وبعد كده بعمل لها فتحه كده من الجنب وبوزع بيها، بتبقى سهله معاكي افضل ما بتاخدي بالاسباتيول وتحطي على التورته او تحطي على الجاتوه. كده خلاص بقت الكريمه بتاعتنا جاهزه. وده الكيك بتاعنا عملته معاكم في الفيديو اللي فات، هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكيك. هحط كده شويه كده من الكريمه عشان الكيك ما يتهزش معاكي وانت بتجلسيها. ودي الطبقه الاولى من الكيك خلاص. هنسقيها بقى بالشربات. الشربات ده طبعا انا عاملاه بيبقى عندي على طول. فالشربات ده عبارة عن كوباية سكر وكوبايتين اتنين مية، بتحطهم على النار. مجرد ما يغلوا بتحطي نص ليمونة، بتحطي معلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. وبعد كده بتسيبهم يغلوا لمدة 7 دقايق وخلاص، وبتطفي عليها وتسيبها لحد ما تبرد خالص. بتحطيها بقى على التورت والجاتوهات. تمام. هنوزع بقى الكريمة بتاعتنا بالشكل ده زي ما قلتلكوا. شايفين الكيسة بقى بتبقى سهلة معاكي وانت بتوزعي. ده بتديكي بقى طبقات متساوية، متخليش معاكي حتة عالية وحتة واطية. بالاسباتيول بقى كده بتحاولي بقى توزعي الكريمة. الكريمة دي بتبقى حلوة قوي قوي معاكم يا بنات. هي نوعية دريم او المتحدة. المتحدة حلوة قوي دي بصراحة، ديت النوعية دي المتحدة، بس لو ما لقيتش المتحدة بجيب دريم. فالاتنين احلى من بعض. اهو بتجلسيها كويس. بعد كده حطيت الطبقة التانية. بعد كده برضو بتسقيها بالشربات. يعني ممكن بديل الشربات ده ممكن تسقيها بشوية لبن برضو متحلي، نص كوباية كده من اللبن وتحليها وتسقي بيها الكيك معاكي، بدل برضو السيرب اللي احنا بنسقي بيه. برضو هنوزع الكيك بالشكل ده. حتت بقى الفاضية بتحاولي تمليها برضو بالاسباتيول. بتحاولوا برضو ايه تسويها كده بالشكل ده. نحط برضو الطبقة التالتة، وبرضو بتضغطي بايديكي كده عشان كلها تمسك مع بعضها. الحروف الحمرا دي بقى لو حسيتي كده ان في حروف حمرا في الكيكة برضو بتقطعيها بالسكينة وبتشيليها. برضو هنسقيها بالشربات.
وزي ما عملنا في الطبقة الأولى والطبقة التانية هنعمل برضو في الطبقة التالتة. الكيسة بتبقى سهلة معاكي احسن ما تاخدي بالاسباتيول وتحطي على الكيك، كده بتبقى صعبة معاكي شوية. كده بعد ما وزعنا الطبقة الأخيرة بنسويها برضو. حاولي الطبقة الأخيرة بقى تسويها تديها سطح ناعم كلها، تبقى كلها سوا واحد، ما تكونش حتة عالية وحتة واطية. والزيادة طبعا اللي بتطلع بشيلها. هنجيب برضو الاسباتيول ده ونحاول برضو نديها سطح ناعم، والزيادة اللي بتطلع منك بتشيليها. كده خلاص بقى السطح كده ناعم معاكي خالص كده تمام. هنجيب بقى المشط بتاعنا اللي هو بالشكل ده، في يمة واسعة ويمة ضيقة زي ما انت عاوزة، بتنيميه على جنبه كده وتعملي زجزاج بالشكل ده. طبعا الإضاءة مش موضحاه بس هوضحها لكم دلوقتي. دي برضو من اليمة الفاضية برضو باجي يمين وشمال كده، بيبقى شكله حلو قوي الزجزاج ده. كده تمام. طبعا بقى قبل ما اعمل فيه افنشه في الاخر خالص بحطه في الفريزر لمدة ساعة. كده حطيته في الفريزر لمدة ساعة خلاص وطلعته. هجيب بقى شفشق كده فيه مية سخنة، وهجيب بقى السكينة المشرشرة معايا واحاول بقى اسوي الحروف معاكي. طبعا ما ينفعش تقطعيه قبل ما تحطيه في الفريزر، عشان يبقى سهل معاكي في التقطيع وما يتبهدلش معاكي في تحطيه في الفريزر لمدة ساعة، ده اقل حاجة. اهو كده بقطعه. وطبعا قبل ما بقطعه بحط الاسباتيول في او السكينة المشرشرة في المية السخنة وبنشفها في كل مرة. ما ينفعش تقطعيها، يعني تبقى السكينة تقطعي بيها مرة وترجعي تقطعي بيها مرة تانية، فكل مرة بحطها في المية السخنة وبنشفها. كده تمام. هقسمها كده بقى بالطول وتقطعي بقى زي ما انتي عاوزة. انا قطعتها 10 قطع جامبو، القطعة كبيرة، فانت ممكن تقطعيها دستة معاكي، يعني لو حابة بقى تبيعي حسب بقى ما يكون حد طالب منك. لو بتبيعي هيكفوا معاكي 12 قطعة. انا باخد كده بالنظر، فانت بقى لو حابة تاخدي بالمقاسات زي ما انت عاوزة، بتقيسي بقى بايديكي، تقيسي بالسنتي زي ما انت عاوزة بقى قيسي. كده تمام. كده قطعته على 10 قطع، وزي ما قلت لكم لو عايزين تقطعوه 12 قطعة قطعي. انا مقطعه القطعة الجامبو الكبيرة. هنرصه على البوردة بتاعتنا وهنفنشه. شايفين ما شاء الله الكيك بتاعنا هش وطري. ان شاء الله اسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف. لو وصلتوا بقى لحد هنا متنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. كده خلاص هنجيب بقى الكريمة بتاعتنا ونحاول بقى نعمل روزيتات كده على الوش. اظن الطريقة سهلة يا بنات، مفيش حاجة اسمها صعبة. قومي وجربي وان شاء الله هينفع معاكي. طريقة سهلة جدا جدا، اي حد ممكن يقدر يعمله. كده خلاص خلصت خالص. انا عندي بقى روزيتات، لو عندك مارتيزر شوكولات شيبس اي حاجة ممكن تحطيها على الوش. انا عندي هنا وردات كده عاملاها بعجينة السكر، حطيتها كده على الوش اهو زي ما انتوا شايفين. كده بقى شكله جميل. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. يلا بقى قوموا ما تكسلوش وجربوها وان شاء الله هتنجح معاكم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله.